احب ان احنا يجي لنا طلبه من الجامعه لسه في الجامعه. اشتغلت مع حد اللي هو انت بتخليني اعمله في البيت، ده حرام عليك ولا حاجه؟ ازيكم يا جماعه في حلقه تانية من ايه الكلام. النهارده عندنا سبيشال جيست هاني سعد. منورين. عايزين حضرتك بقى تشرح مين هاني سعد بايجاز. لا يعني هاني سعد انا مهندس معماري ومهندس ديكور. بدات اولموست بقالي يمكن 20 او 21 سنه دلوقتي. بدات فروم سكراتش، يعني كان مش هقول لك بدات من الصفر، انا بدات كان الصفر تارجت، يعني كان نفسي اوصل للصفر. بدات من تحت الصفر الحقيقه. يعني البيت اللي انا اتربيت فيه ما كانش فيه اي مهندس او اي معماري، حتى يمكن في العيله ما كانش فيه حد قريب معماري او بيشتغل نفس المهنه. ولكن وانا في المدرسه وانا حابب فكره المباني، يعني دايما لما بعدي قدام اي مبنى او منشأ تحت الانشاء شايفه هو بيتبني، كان دايما بيلفت نظري المراحل والفيزز بتاعه الكونستراكشن. فبشوف ازاي انها الارض فاضيه وفجاه بتتحفر وفجاه بيطلع منها شويه خرسانات وفجاه الخرسانات دي تتحول لمباني. فالتطور بتاع الكيان انه ازاي بيحصل كده، وبعد كده يبقى جواه يوزرز ومستخدمين بيستخدموا السبيس والفراغ ده. الموضوع ده كان دايما يعني بيثير انتباهي، ودايما ببقى حاسس ان انا عاجبني الفكره. فمن وقتها بقى عندي شغف وعندي احساس ان انا حابب اني ابقى بشتغل او يبقى ليا دور في الحته دي. فالفيلد ده نفسه جذبني من وانا في المدرسه. انت حضرتك ما شاء الله لسه صغير يعني على مش قوي. مش يعني لا يعني سكسسفل في سن صغير يعني. ايه اللي اكسلريتد الموضوع ده، اللي خلاه يعني توصل ان هو بسرعه. بص، الموضوع مش بس ان هو مش حكايه السرعه. هي دايما انا بشوف ان الفيجن او اليقين، ان انت ازاي يبقى عندك يقين وعندك ثقه ان انت تقدر تنجح. يعني اللي بينجح واللي بيثبت ده واللي بيقدر يستمر في النجاح ده اللي كان مؤمن من جواه ان هو قادر انه يحقق حاجه. يعني انت وارد ان حد يديك فرصه تستغلها، لكن ما يقدرش يديك الفرصه وانت ويستغلها لك. انت لازم من جواك تبقى انت اللي انت عايز كده، عايز انجح. ده شعور بينتابك انت من جواك، ده احساسك. بالرغم ان ممكن كل الناس اللي حواليك تبقى مش بس بتقولك ان انت مش هتقدر، لا ده ممكن تبقى بتحاربك. على فكره حتى اقرب الناس ليك، يعني مامتك في البيت وانت بتذاكر وتلاقيك سهران وتعبان، تقول لك حبيبي كفايه انت تعبت، ريح شويه يا حبيبي، افرد ظهرك يا حبيبي. عارف انت الجو الامهات ده. فالناس دايما بتقيسك بتقيمك على تجاربها هي الشخصيه، ودايما بيبقى عندك ريفرنس. فانت شايف ان بابايا كان في وضع معين، اخويا الكبير، الناس اللي حواليا، فبتفتكر ان هو ده السيلينج وهو ده سقف الطموحات اللي انت تقدر تحققه. فمن صغري كنت شايف ان مفيش سيلينج، وان اللي بيحدد السقف ده وبيحدد الليمت ده هو انا. فكنت بتحدى نفسي ان اي معوقات او اي حاجات شايف انها ما تساعدش ان انا ممكن انجح، كنت شايف ان ده كلام فارغ وكلام مش حقيقي. وكنت عندي جوايا يقين ان مادام ربنا سبحانه وتعالى ما قالش انه ما ينفعش يبقى ينفع. مين اللي قال؟ يعني لما بيجي حد ينصحني ويجي يقول لي لا مش هتقدر، ده ما ينفعش، انت المفروض هتتخرج من الجامعة تروح تشتغل 2-3 يبقى عندك خبرة في مكتب معين وبعد كده تعمل ماسترز وتعمل كده. مين اللي قال ده؟ حضرتك او حضرتي. كل واحد بينقل لك تجربته الشخصية، لكن اللي نجح معاك مش وارد او شرط انه ينجح معايا انا. فبالتالي انت اللي عارف الكواليفيكيشنز بتاعتك، وزي ما قلت لك
ما دام المرجعيه بتاعتنا مرجعيه فيها يعني غير قابله للجدال، فهي مرجعيه ربانيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال لك انا عند ظن عبدي بي. فانت حاجه دي ما بينك وما بين نفسك، انا عارف اني هقدر وعندي النيه الطيبه ان انا ابقى بشتغل وببذل كل المجهود وعمري ما هوفر اي افورت اقدر ابذله، فبالتالي انت اللي بتحدد الليميتس بتاعتك. طب هو بروسس الشغل بدأ ازاي؟ يعني احنا عارفين حضرتك خريج MIU صح؟ اركيتكتشر MIU. وكان ايه بقى الستبس او بدأت ازاي في الشغل عامة؟ بص انا اتخرجت من الجامعه وكنت شاطر في الجامعه جدا. هما كانوا عايزين اكون اسيستنت تي اي، ولكن انا ما كنتش حابب ان انا الموضوع الاكاديمي، كنت حاسس نفسي بقى ان انا عايز الرمل والاسمنت والشقه والمرمطه دي، فما كنتش حاسسني ان انا انفع اكون اكاديميك خالص ومعايا شنطه وبدله وراجل محترم في نفسي كده، لقيت نفسي يعني. فقررت ان انا عايز اشتغل لوحدي، وده اللي بقوله لك ان ده عكس التفكير المنطقي واللوجيك لمعظم الناس. طب تشتغل لوحدك ازاي يا ابني؟ انت لا باباك راجل مهندس فتروح تشتغل معاه في مكتبه، ولا انت عندك الاكسبيرينس الكافيه انك تعمل حاجه لوحدك، ولا حتى معاك الفلوس انك تبدا يعني. فكل العوامل مش منطقيه. لكن زي ما قلت لك الريفرنس بتاعي كان مختلف شويه، اللي هو مين قال، وما دام ربنا ما قالش فكلكم دي اراء قبل انها تكون غير صحيحه بالمره. طب هعمل ايه؟ قررت ان انا هعمل شركه اسميها هاني سعد انوفيشنز فيرتشوال كده، مفيش حاجه اسمها كده. وطبعا في الوقت اللي انا بدات فيه ده ما كانش فيه لا انستجرام ولا فيسبوك ولا الحاجات دي خالص. تقريبا يعني سنه 2003. فما كانش لسه فيه الحته بتاعت السوشيال ميديا وان انت بتعمل بوست في مليون واحد يشوفوك، الكلام ده ما كانش موجود. طيب هعمل ايه؟ عملت ديزاين عندي انا في البيت لوجو اسمه HSI هاني سعد انوفيشنز، وعملت عنوان البيت بتاعي، عنوان بيتنا، ورقم تليفون البيت، ورقم موبايلي، والايميل @hotmail بتاعي العادي. ونزلت رحت مطبعه في ميدان الجامع، طبعت 10,000 كوبي. عشان اعمل ايه؟ عشان انزل اوزعهم على البوابين. انزل كل يوم الفجر اروح اعدي على كل المباني واللي موجوده في طريقي، مبنيه لكن مش متشطبه، عماره بقى، فيلا، مكتب، ايا كان، واروح للبواب بقول له صباح الخير، انا راجل مهندس ديكور وبشطب، وده رقم تليفوني لو صاحب البيت عايز يعمل حاجه وانا عايز اشتغل. الحقيقه قعدت 6 شهور بوزع الفلايرز دي، ما جاليش ولا مكالمه الحقيقه ولا حد عبرني خالص. وكان في الفتره دي عليا ضغط بقى، لان بالنسبه لكل الناس اللي حواليا اللي انا بعمله ده مش منطقي ومش صح. وكان زي ما تقول كده يعني شمتانين فيا، يعني اللي هو يعني طب مش انت قلت انك هتعمل كده؟ طب ورينا بقى هتعمل ايه. فكان الموضوع يعني في تحدي، ان انا حاسس ان عايز اثبت حاجه، ولكن هي عكس فكر كل الناس اللي حواليا، حتى اقرب الناس ليا. ف كان الموضوع صعب. وبعد ما عدى وقت كتير وحسيت ان انا ده انا فعلا ما حدش كلمني، وجايز يعني مش بقول انا يعني اكون الفز الفظيع اللي شفت يعني حاجه ما بتتعملش وفي اجماع على كده. وكنت بتعب يعني، كنت بنزل فعلا ممكن من الفجر ارجع بالليل مش قادر اقف على رجلي من كتر ما انا يعني لفيت على الحاجات. بعد 6 شهور دول طبعا كنت كلمت كل الناس اللي اعرفهم، اي حد اقول ما عندكش حد صاحبك عايز يعمل حاجه. كان كل همي ان انا يبقى عندي اي شغلانه ابتدي فيها، بدايه بس اي حاجه ابتدي في اي حاجه، لحد ما وصلت اني يعني قربت اكون يئست او حسيت ان انا كنت غلطت. فابتديت اعمل CV. لو حسيت لا انا واضح ان انا كده، فقلت انا هعمل CV وبعمله وانا مش مقتنع ومش حاسس ان انا يعني. وانا بعمل CV ده قبل ما اكمله لقيت واحد صاحبي بيكلمني في التليفون، قال لي بقول لك ايه، انا اخويا بيعمل فيلا في التجمع الخامس وعايز مهندس ديكور، ما تكلمه. فرحت مكلمه قلت له انا كده. قال لي طب تعالى لي مكتبي. رحت له مكتبه. قال لي طب انت عملت ايه قبل كده؟ قلت له ما عملتش حاجه، ما عنديش اي حاجه خالص. قال لي طب انت فين مكتبك؟ قلت له ما عنديش مكتب. فقال لي يعني هو شتمني يعني انت بتجرب فيا. قلت له بص انا بجرب فيك، هعمل معاك ديل ظريف جدا، انا هعمل لك الديزاينز وكل حاجه ببلاش، عجبتك
خليني اشتغل، انا مش عايز فلوس، انا عايز بس يبقى عندي شغلانه. أيوة. كان كل همي ان انا يبقى عندي ريفرنس افرجه لحد تاني، يبقى عندي اي حاجه. وفعلا رحت ورفعت المقاسات وعملت له ديزاين ووريته له وعجبه. كنت شغال مانيوال يعني، حتى مش اوتوكاد ولا حاجه ديجيتال خالص. عملت له، عجبه تمام. اي طب يلا ننفذ. طب انفذ ازاي؟ ما اعرفش بينفذوا ازاي. بتنزل الشارع، الف في الشارع الاقي مثلا موبايل محاره ولا حاجه شغاله على وجهها، اروح انزل له السلام عليكم يا حاج بكام؟ يقول لي هو ايه اللي بكام؟ انا مش عارف ده بالمتر ولا بالكيلو ولا ايه. ف بدات كده، الكهربائي يجيب لي نقاش، النقاش يجيب لي نجار، النجار يجيب لي سباك. وكان مكتبي هو شنطه عربيتي حاطط فيها العينات، عامل كده زي عبد الغفور البرعي بلم العينات من الشارع. كانوا السبلايرز في وقتها والناس ما بيقدوش يدوني سامبلز، يعني عايز عينه باركيه، عايز عينه حاجه كهرباء، يقول لي بنبيعها ما بنديش سامبلز لحد. فابتديت الم السامبلز بقى كلها، اقدر عليها كلها واحطها في كرتونه كده في شنطه عربيتي، ويبقى هو ده. بدات اشتغل في الفيلا دي، رحت عامل بقى يافطه ظريفه شكلها كان لونها احمر كده، فلون اكسنت جدا، وكاتب عليها اندر كونستراكشن، وحاطط برضو تليفون البيت والموبايل والايميل بتاع هوت ميل. بس كنت منظم جدا وحافظ جدا على السايت، حتى بشون الحاجه بنظام ونيت. فجاء الراجل الفيلا اللي جنبها لقاني شغال، قال انت كويس، انت مكتبك فين؟ مفيش مكتب. طيب بقرشين ساغ. فبدات من ولا حاجه لقرشين ساغ، وهكذا شغلانه في الثانيه في الثالثه، لحد ما بدات. كان عندي بيت، كنت المفروض ده البيت اللي انا هتجوز فيه. فهو كان دور ارضي كده بجنينه صغيره. فالحقيقه ان انا ما كملتش، كنت خاطب كنت هتجوز، ما كملتش في خطوبتي بسبب ان هم كانوا شايفيني مش كواليفايد مش ريسبونسبل، وان انا اللي بعمله ده مش كده، فما اقدرش ان انا اتحمل مسؤوليه بيت. فقررت ان انا البيت ده اعمله مكتب، بس معيش فلوس ان انا اشطبه كله واعمله مكتب. فعملت فيه اوضه واحده بس. المكتب ده اتعمل على مدار السنين، يعني حيطه في شباك، في جبت برينتر كنت فرحان بيه قوي، جبت برينتر. فاتعمل حته حته، وابتديت بقى ان انا محتاج حد يجي يكون بيرسم. فطبعا جبت حد بامكانيات، كنت جايب الكمبيوتر بتاعي من البيت، وجبت حد على قده واحده واحده. وابتدى كل شويه يجي لي شغلانه، اعين حد، اعمل حاجه في المكتب، ابتدي اعمل ويب سايت، ابتدي بقى افكر ان انا اعمل ماركتنج. فكان وقتها مفيش غير الكاتالوجز اللي كانت موجوده، هي دي يعني السورسز الوحيده للدعايه في الفيلد ده، ومعارض بقى اللي بتتعمل. فابتديت بقى افكر ان انا انزل في كده. ومش هنسى ابدا اول مره حاولت انزل في كاتالوج من الكاتالوجز اللي كانت بتتعمل ده، ورحت لهم فقالوا طب احنا محتاجين البورتفوليو بتاعك عشان نعرف، بس احنا يعني سيلكتيف جدا للناس اللي بتنزل وكده. فانا كنت عامل حوض حجر هشمه وسقف بكرانيش كده، وش حاجات مبهره يعني الحقيقه. ومصورها يعني بحاجه يعني حاجات بشعه. فاديتهم اديتهم السي دي اللي عليه الحاجات، وشافوه ما كلمونيش طبعا. فكلمتهم قلت لهم يا جماعه انتوا ما ردتوش عليا. فقالوا لي بص احنا اسفين، بس اصل الكلاينتس القدام محتاجين صفحات ازيد، فمعلش خليك معانا السنه الجايه ان شاء الله. اصريت الصراحه ان انا اروح اقابله، ولطعوني كتير جدا. قعدت مثلا بتاع 4 ساعات مستني عشان اقدر اقابل الراجل الريسبونسبل يعني. وبعدين قلت له بص انا عارف ان مش موضوع الكلاينتس اللي قدام، انا عارف ان الشغل ما عجبكش، بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا بوتنشال. الشغل اللي انت شفته ما عجبكش ده انا عملته لوحدي خالص، ما عنديش كان اي حد يساعدني فيه نهائيا. بس انا بقول لك انك لو وقفت جنبي النهارده مش هتندم. في يوم من الايام انا هبقى اكبر حد موجود في الفيلد ده في مصر، ويبقى عندي شركه كبيره وعندي بيلدينج عليه اسمي من بره، وهبقى بعمل شغل جامد جدا، وهثبت لك ده مع الوقت. انا جدير ان انت تقف جنبي، انا عايز انزل. الراجل بعد ما سمعني قال لي بص انت فيك حاجه انا مش عارف هي ايه، بس انا مصدقك، بس اللي انت جايبه ده مش هينفع خالص. انا هنعمل لك اعلان جرافيكس. يعني مش هنوري اي حاجه من الريفرنس اللي انت جايبه ده. وفعلا نزلني في الكاتالوج، والحمد لله عدت الايام واثبتت له اللي انا كنت وعده بيه. واحنا عارفين ان حضرتك مش يعني ده اكيد هو المجال اللي حضرتك فيه ده المين، بس لاحظنا ان حضرتك كمان
الماستر في جاكور. ايوه ليك في العربيات ليك في العربيات من الاخر بالظبط. العربيات انا طول عمري بحب العربيات جدا، مم. العربيات والموتوسيكلات، ويمكن يعني دي وراثه كده في العيله، عندنا كم حد بيحب العربيات. فبحب جدا العربيات طول عمري يعني. حتى على مدار شغلي كنت اول ما يبقى اكسب شويه فلوس اروح اشتري عربيه، اتزنق ابيعها، اجيب اداون جريد وشغال كده طول الوقت. فتلاقيني مره راكب لانسر ومره راكب بي ام دبليو شغال كده، هتعرف انا خسران ولا كسبان. في شغل هتلاقي راكب عربيه كويسه. لا فكان دايما العربيه بتديني ساتسفاكشن، يعني دايما بحس كده ان انا يعني في حاجه هي دي الريتريت بتاعتي، هي دي اللي بكافئ بيها نفسي. فدايما بحب العربيات. ففضلت بقى كده عمال اجيب في عربيات وابيع لحد ما الحمد لله يعني عندي شويه كولكشن كويس. لذيذ. هو ايه طب اول عربيه ايه العربيه اللي خلتك اصلا تخش في موضوع العربيات ده؟ لان اول عربيه جبتها في حياتي كانت كولت، موتسوبيشي كولت، كانت كوبي، كانت 96. كانت عربيه حلوه جدا، عايز اقول لك كانت من انجح الموديلات اللي عملتها يعني. كانت في الفتره دي موتسوبيشي كانت ليدر في العربيات الكوبيه. فعملوا العربيه دي كانت من العربيات الجميله جدا. وكان لونها سيلفر، وانا بقى كنت عامل فيها شويه حاجات كده كاستمايزد. ودي جبتها لما رحت الجامعه، لما اضطريت. انا كنت بركب موتوسيكلات طول عمري، واضطريت لاني كنت بروح في الشتاء الجامعه معايا اللوحات والحاجات بتاعت الهندسه دي، فكانت الدنيا بروح اللوحات اتغرقت من المطره ولا حاجه، فاضطريت اجيب العربيه. فدي اول عربيه جبتها. وبعد كده جبت اوبل تيجرا. الاوبل تيجرا دي كانت عربيه حلوه قوي برضو، كانت 97 ولا حاجه، وكملت بقى. طب دلوقتي ايه اكتر عربيه انت في الكولكشن ده او جبتها ونفسك تجيبها تاني، او يعني اكتر عربيه؟ كلهم ولادي الحقيقه. بس بحبهم جدا يعني، انا بحب كل العربيات يعني كل العربيات اللي جبتها حبيت. بس طبعا في حاجات بالنسبه لي دايما كده يعني. الكاريرا بحبها. الكاريرا دايما عربيه، 911 دايما عربيه ما بتغلطش. البنتلي كونتيننتال جي تي عربيات دايما برضو كلهم بحبهم. وطب موضوع جاكور ده بدا ازاي يعني؟ احنا اتفاجئنا اصلا يعني، احنا لقيت كده اونلاين. ده كان من فتره كبيره. هم كانوا عايزين يريليت حته الديزاين بالبراند دايما. وده حتى احنا بنعمله دلوقتي يعني. دلوقتي برضو انا براند امباسادور مع سامسونج، فهم دايما بيحاولوا ان هم يربطوا حته الديزاين واللايف ستايل مع امباسادورز ما لهمش علاقه ما هماش بس لا في كل واحد في الفيلد بتاعه. فبيحاول دايما يريد ان انت بتختار برودكت وانت راجل بتفهم في الديزاين، فانت يو ابريشيت حته الديزاين جدا. فدايما الحته دي كانت بتفرق معاهم. هي ما جم يعني جم حضرتك بيقولوا لك عايزين تبقى الماستر في بتاع ولا الموضوع؟ هم انا كنت عميل. هو جاكور ورينج روفر هم نفس الوكيل، وانا عميل عندهم. فهم عارفين قد ايه انا باشنت بحته العربيات بس. فكانوا فهم عارفين كونفينينت جدا بالنسبه لهم. طب هنرجع شويه كده برضه الشغل وكده. ايه مثلا من اكتر البروجكتس يعني اللي انت فعلا لحد دلوقتي معلمه معاك كده؟ بروجكت معين مثلا او حاجه معينه انت تحبها فعلا؟ بص طبعا في كذا حاجه كانت بتبقى علامه فارقه او بتنقلك نقله تانية. انت كل مره بتشتغل بتطلع ليفل اعلى. بس انا عمري ما بيني وما بين نفسي ما كنت توتالي ساتيسفايد عن بروجكت خلصته يعني. دايما حاسس ان شايف في قصور يعني. دايما بلوم نفسي، دايما اقول لا كان في حته كانت لازم تدرس احسن من كده، كان في حاجه ممكن اعملها احسن من كده يعني. عمري ما كنت شايف نفسي السبع البرومبا الفظيع اللي ما فيش زي. بالعكس انا يمكن انا كل يوم انا بصحى بدري جدا، بصحى 6 الصبح ولا يعني كده، باجي مكتب دايما اول واحد. فدايما عندي جوايا حاجه مأنبه لي ضميري ان انا مقصر. عمري ما حسيت ان انا صحيت الصبح ايه واد الحلاوه دي يا اخي بتعالج تجنن يعني. لا دايما شايفني مش كواليفايد، دايما شايفني مش مؤهل، دايما شايفني كنت اقدر ابذل مجهود او اعمل خطوه اكتر ما عملتهاش. وقبل ما بلوم الناس في حاجه انا شايفها انها ما طلعتش زي ما انا عايز، بلوم نفسي يعني. بقول لا ما انت كنت لازم انت اللي تهتم.
بس لكن اكيد في برضه في طبعا لا اكيد طبعا في حاجات مختلفه. لا في بيت في بيت من البيوت اللي عملتها في أليجريا كان من العلامات الفارقه بالنسبه لي لان الاركيتكتشر مختلف. خلي بالك ان انت بتشتغل في مصر هنا عندك كميه كونسترينز كتيره جدا، الكرياتيفيتي مخنوقه، اللاندسكيب ما انت محكم غصب عنك باشتراطات مباني وقوانين مباني، فعندك ارتفاع معين، عندك بروز معين، فمش عارف تعمل الاركيتكتشر زي ما انت بتشوفه كده على بنترست ده، الحاجات الطايره والحاجات اللي ما بتعرفش تعملها. وبعدين انت 95% من البروجكتس اللي بتجيلك بتعملها اكزيستنج بروجكتس جوه كومباوندز موجوده، فانت هتشتغل على حاجه اكزيستنج، فما عندكش الابر هاند انت تبقى كريتيف. وعشان تحقق الكرياتيفيتي اللي انت نفسك فيها اللي بتشوفها دي تتكلف فلوس كتيره جدا وتهدر في السبيس، فصعب ان انت هنا تقدر تعمل اللي انت عايزه ده. فانت بشوف بقى ان الادد فاليو والادج انك انت برغم كل الكلام ده تعرف تطلع ديزاين نيت كرياتيف وفي حاجه مختلفه جديده بالرغم كل المعوقات دي. يعني حته القوانين واللوائح والحاجات الاكزيستنج دي حاجه، الحاجه الثانيه الليبر والعماله والماتيريالز والتولز دي معاناه في حاجه ثانيه. فانت ازاي بقى تعمل ديزاين تقدر تنفذه بالامكانيات اللي موجوده وفي التايم فريم الصح، ده التحدي وهو ده اللي بيفرق. عشان كده لما جيت اشتغلت ما حطيتش نفسي في حته ان انا راجل ديزاينر بس، لا انا ديزاينر ومقاول. ليه؟ عشان اعرف انفذ اللي انا رسمته، ما بقاش بعمل ديزاين في الاخر واقول لك دي مشكله الكونتراكتور هو مش عارف ينفذ اللي انت عملته. بس مفيش اي بروجكت جديد يعني حضرتك لسه هتعمله اللي اكسايتد ليه او حاجه اللي هو انت ستيب اب يعني حاجه جديده ما عملتهاش قبل كده؟ مفيش قوي. بص انا زي ما بقول لك كل مشروع بنخش نعمله دايما عندي الحته دي جوه التشالنج، واحنا الحمد لله رب العالمين يمكن دايما في حته الريزيدنشال بالذات وفي البيوت احنا بنعمل اكبر بيوت في مصر، يعني الحاجات الهيوج الحاجات فالبيوت دي بيوت معقده جدا ان انت تظبط السيركيليشن وتظبط الحركه والسبيسز والبيت يبقى في نفس الوقت كوزي وملموم ويقدر يتعمل ويتصين ويعني يبقى استخدامه سهل براكتيكال صعبه. يعني البيت الصغير اسهل لانه ملموم يعني الحركه فيه محدوده، لكن انت لما عندك بيت فيه 18 20 اوضه وجراشات وجنريتورز وسباز وحمامات سباحه، السيركيليشن والمينتنس وحركه السيرفيس الموضوع بيبقى كومبليكيتد جدا، فبيبقى محتاج تشالنج. فكل حاجه بالنسبه لي كده، فدايما عندنا الحمد لله عندنا حاجات يعني راننج ظريفه جدا. يس حضرتك من شويه قلت انت بتصحى بدري طول عمري الواحد هنا والله لوحدي طول اليوم. البروسيس يوم حضرتك بيمشي ازاي؟ بيمشي يعني بتصحى اليوم كله بيمشي ازاي؟ بص انا بصحى زي ما قلت لك بدري جدا، بقوم على طول ما بطولش، يعني انا ببقى ساكن جنب المكتب فانا يمكن ربع ساعه تلت ساعه ببقى هنا. لما باجي انا بحب اقعد ساعه كده الصبح برين ستورم الحاجات اللي انا عايز اعملها، دايما بحط لنفسي يعني اهداف عايز احققها النهارده، فبقعد اكتب دايما ايه اللي انا عايز اعمله ده من يوم ما بدات. يعني انا عندي الاجنده بتاعتي والنوت بوك بتاعتي من يوم ما بدات انا كاتب فيها انا بعمل ايه. لما كنت لسه عندي موجوده اوريها لكم، فكاتب فيها كل الحاجات اللي انا بعملها، فبكتب اللي انا عايز اعمله بقى قبل ما تخش بقى في اليوم والناس دي تتكلم ونشوف الايميلز والحاجات، فبكتب التاسك اللي انا عايز اديها للناس. يعني عايز فلان يعمل كذا ده هفولو اب على الحاجات دي، عشان دايما بحب اجي اخر اليوم اتشيك انا قدرت احقق ايه من ده، فبحب اقعد اشطب على كل الحاجات اللي انا قدرت اعملها النهارده. فالصبح ده بقدر اركز. الحاجه الثانيه اللي دايما بعملها اول ما بصحى ان انا محتاج اتفرج على شويه موتيفيشنال فيديوز من 10 سبيتشز. بص عشان اعرف انزل، لان كم النيجاتيف انرجي اللي الواحد بقى يعني محاط بيها غير عادي، فمحتاج اشحن. فبقعد اشحن وافكر نفسي انا بعمل ده ليه عشان ما انساش. فدايما عندي شويه فيديوز كده معينه ممكن اكررها، بس بحب اسمع نفسي الكلام تاني وافكر نفسي دايما بحلمي وان انا لسه ما حققتش اللي انا كنت عايزه.
يعني زي ما قلت لك عمري ما حسيت ان انا نجحت انت اصلا يعني. لان خلي بالك في رايي اللي هيوقفك هو انت، انك تحس ان انا طب ما انا خلاص كده ما جبرت انا كده انا كده زي الفل فخلاص كده تمام والناس تشتغل بقى انا بقى صاحب الشركه يعني. لكن انا باجي مش عشان انا عايز اجي وبس، انا باجي خوفا ان انا لا انا حاسس ان انا ما عنديش الرفاهيه ان انا اجي متاخر اصلا يعني. كأن حد يعني ساعات ببقى لو صحيت متاخر نص ساعه الاقي بقت 7 مثلا الصبح ولا حاجه ممكن انا البس واجري يعني. مراتي بتقول لي انت خايف من مين؟ ما حدش هيزعلك على فكره لو اتاخرت نص ساعه ولا ساعه يعني الموضوع تمام يعني. بس احساسي بتأنيب ضميري ان انا ما عنديش الرفاهيه دي. ان ده شغلك يعني انت يعني ما فيش حد عشان ما فيش حد يقول لك عشان كده لازم انت اللي تبقى على طول انت في شغلك وانت فلوسك وزي وعلشان دايما عايز اكون احسن يعني. عمري ما كنت راضي عن النتائج. النتائج بالنسبه لي هو يمكن خلي بالك الناس اللي حواليا يحسوا ان انت بقى ما بيعجبكش حاجه يعني انت يعني احنا موتنا نفسنا وما نمناش وعملنا بس عشان دايما شايف ان في حاجه كانت بس يعني احساس بالمسؤوليه شويه يعني حاسس كتير. اللي هو عشان انا وصلت هنا فانا لازم ابقى اب تو الستاندردز اللي انا عايزها. والله عايز اقول لك على حاجه هنا اللي انت بتقول عليه دي انا مش شايفها يعني لا يعني هنا دي بتتحكي لي زي ما انت دي تقول لي كده هنا انا مش شايفها يعني. والحمد لله ان انا مش شايفها لان لو شفتها جايز الرياكشن بتاعي يتغير. يعني جايز الاتيتيود ده ما يبقاش كده لو انا شايف ما هو انا بعمل ده الخوف اللي عندي والتقصير احساسي بالتقصير ده عشان انا مش شايف اصلا. لكن بفاجئ ان انت تقولي على فكره انت ناجح على فكره ده انا يعني يعني لما يجي حد يعني يوقفني ويجي يتصور معايا ولا في اي ايفنت ولا بتوع بيجي لي مسجز على الانستجرام ولا حاجه ناس تبعت لي بتوع اللي هم في كليه هندسه وفي اركيتكتشر بيقول لي انت المنتور والرول موديل واحنا نفسنا نبقى زيك. بقول له حول الله يا رب على ايه بس ده انا ضايع يا جماعه والله سبحان الله يعني ده ربنا بس اللي نافق في صورتي انا يعني الكلام ده مش انا مش شايفه خالص يعني. مش بقول لك ده شغلك ان انا متواضع يعني انا حاسه وباكت بناء عليه يعني تصرفاتي كلها انت هتلاقيني واقف وبنزل وبكنس وبشيل الحاجه مع بتصرف زي ما بدات لحد دلوقتي يعني. من يوم ما بدات لحد النهارده انا نفسي زي ما انا بس الفرق ان بقى عندي شويه عينات اكتر بس. كنا عايزين برضو نسال على السيكتور بقى نفسه يعني الاركيتكتشر في مصر عامه. انت ايه كانت مثلا بالنسبه لك في الاول حاجه غريبه او ايه اللي حسيت ان هو مسكونسبشن يعني كنت فاهم كنت حاجه وطلعت حاجه تانية كنت فاكرها حاجه وطلعت حاجه تانية في الشغل بقى في الحياه بقى بجد يعني في الشغل البجد بقى. بص وانت بتدرس عماره او بتدرس فنون جميله او اي حاجه ليها علاقه اكاديميه بالدراسه المهنيه في الفيلد ده فرأيي انها محتاجه دراسه براكتيكال وانسايت اكتر واقعيه يعني. وانا كنت اتكلمت مع كذا جامعه في الحته دي بقول لهم يا جماعه الحته الثيوريتيكال مهمه جدا ولكن الواقع اهم بكتير. خصوصا ان انا بشوف اللي بيجي لنا طلبه من الجامعات بيعملوا تريننج وفريش جراديويتس بيجوا يشتغلوا. الواقع المهني مختلف عن اللي هم درسوه في الكليه. انت بتدرس حاجات ثيوريتيكال بيدوم مشاريع في رايي انها تدرس لكن ما تبقاش هي الفوكس. يعني لما تدي الراجل في كليه هندسه مشروع يعمل ديزاين لمتحف هو يعني ممكن يعيش ويموت وعمره في حياته ما هيجي له ديزاين بروجكت متحف يعني يجي له مشروع استاد يعني. حلو ان يبقى عنده فكره لكن في رايي خليه يفوكس على الفيلا وعلى الشقه وعلى العماره وعلى المكتب لان هي دي المين. انت عندك كام متحف لكن عندك كام شقه فالاوبورتيونيتيز مختلفه فبيطلعوا ممكن محبط لانه درس حاجات ودرس حاجات لكن فوجئ في الاخر انه بيفكر هيصرف قعده التواليت على اني ضغط يعني. الموضوع كله هو محتاج في الدراسنج روم. فالحته دي كانت محتاجه انها يعني في رايي انها تبقى رياليستيك اكتر واقرب للواقع. الحاجه الثانيه هي طبعا
الوضع اتغير عن زمان. دلوقتي الناس الموضوع بقى اسهل، انت بتخش تسيرش على جوجل ولا تخش على اليوتيوب هتقدر اي حاجه هتوصل لها. كان زمان انك توصل للمعلومه صعب، فالنهارده الريسورسز اسهل. انت بس محتاج ان انت يعني الناس تبقى موتيفيتد، يعني غصب عنهم. هو بيتخرج النهارده مهندس درس 5 سنين، بيقول لك انا هطلع النهارده هشتغل هاخد كام، يعني انا كفريش هتديني كام كفريش جراتويت بعد ما بقيت كده؟ طب ده مش هيكفيني مواصلاتي ولا هيكفيني تليفوني ولا لبسي ولا حاجه. فهو قبل ما يبدا الخطوه محبط. انت مش بتشتغل عليه بس انك بتديله opportunity ان هو يشتغل يبقى شغال، انت بتحاول تخرجه من الحته دي ان يبقى عنده طموح وعنده بوزيتيف انرجي وعنده يقين ان لا، هي مش بالورقه والقلم، هي مش 1 زائد 1 يساوي 2 على فكره خالص. يعني حسبتنا احنا حاجه وحسبه ربنا سبحانه وتعالى حاجه تانية خالص. فمش كل حاجه بتمشي زي ما انت متخيل. لو طب انا لما هاخد كام، يعني 100,000 جنيه في الشهر، طب هجيب شقه بكام ولا هتجوز بكام؟ ما بتتحسبش كده. فانا بحاول دايما انا اقول لهم لا، في امل والله، يعني في امل، وطول ما انت عندك اليقين هتقدر. لكن انت لو انت اصلا ما بتطلبش هتاخده ازاي؟ انت ما طلبتش. هو يعني اللي كان ماشي على رجله ونفسه يجيب فيسبا، انت كان طموحك الفيسبا، كنت عايز تجيب لكن انت ما كنتش عايز تجيب فراري. فانت بالتالي انت حطيت لنفسك السيلينج والسقف بتاع، هو ده الليميت بتاعك. فلازم تبقى انت عارف ان انت تقدر تعمل ده. يعني الحته المنتل دي عامه شايف ان هي فيها، انا رايي ان دي لازم، يعني دي من اكتر التحديات. انك انت الناس من جواها ما بقتش عايزه، هو ما عندوش الموتيف يعني في العالم كله. بس انا يعني كل ما بيجي لي فرصه ان انا انقل تجربتي بقول لهم يا جماعه، يعني انا بدات ما كانش عندي اي حاجه تقول ان ممكن اعمل كده، وده مش عشان انا فذ ولا انا عبقري، بس انا كنت عايز. فانت لازم تعوز، ما ينفعش تبدا وانت سلبي، ما ينفعش وانت لسه بتبدا حياتك تقول لا انا خلاص انا يعني هعمل ايه فخلاص كده مش فارقه. الفايب ده بيقفل الموضوع خالص. لازم تبقى من جواك ان ده واقع، وفي حاجات كتيره صعبه حقيقيه، دي فاكتس موجوده، لكن انا اقدر. كان مقتنع بالمنتل زي ما بيسالوا عامه اي بيليونيرز دلوقتي بره مصر، بيسالوهم وانت صغير كنت متخيل انك تبقى توصل كده؟ كل واحد فيهم بيقول بالظبط، مش حاجه يعني ده الليفل اللي كنت اصلا حاطه لنفسي وانا عارف ان انا هوصل كده، حتى لو بادئ ولا حاجه بيقول انا عارف ان انا هوصل كده بالظبط. وهو على فكره، وهو عمرك ما هتلاقي حد نجح كان شايف نفسه انه هيبقى فاشل، لا يمكن. من جواك عارف انك انت هتوصل. انا كنت بقول لامي وانا لسه بوزع الورق ده في الشارع، بقول على فكره انا عارف ان انا دلوقتي الموضوع عامل كده، بس عارف ان شاء الله هيجي يوم هبقى بطلع اسانسير في مكتبي معايا ناس ما يعرفوش ان انا هاني، يعني ما يعرفونيش شخصيا، عمرهم ما قابلوني بشغالين معايا، وده حصل دلوقتي. فانت اللي تقدر تفيجوالايز شكلك عامل ازاي قدام، محدش يقدر يعمل لك ده لو مش من جواك، محدش هيديها لك. عايز في حوار الجامعه بقى، وان الناس طلعت تشتغل في انترشيب بروجرام حضرتك عايز تبداه او احنا بنعمل ده اصلا من زمان، على طول بنعمل كده. يعني دايما انا بحب ان احنا يجي لنا طلبه من الجامعه لسه في الجامعه مش فريش جراديوتس، علشان يعيشوا الاكسبيرينس، التجربه العمليه مختلفه تماما. لان خلي بالك الشطاره بتاعه الانتيريور ديزاينر او الاركيتكت مش بس ان هو يكون دارس وفاهم دارس اكاديميك وحته الساينتفك، لا، لازم يبقى عارف ده هيتعمل ازاي وهيتجاب منين وبكام. لان سهل جدا اعمل بيت رهيب بيتكلف مليارات لازم يطلع حلو على فكره، يعني لكن انت ازاي تقدر تحقق ده ويحقق احتياجات اليوزر الحقيقي فعلا. خلي بالك انت بتعمل فراغ هيستخدمه مستخدم غيرك، يعني في يوزر هيستخدم السبيس ده مش انت، فما اقدرش ان انا افرض وجهة نظري عليك، اللي بيعجبني ما بيعجبكش، اللي يريحني ما يريحكش. فانت لازم تحقق ده بوجهة نظرك، عندك انت فيجن الموضوع هيمشي ازاي، لكن انت لازم تكون في الاخر بيفولفل النيدز بتاعتك انت كيوزر. فبعلمهم ده هنا،
انك اوعى تبقى فاكر ان انت بتفرض، لا وهو ده الصح، انا كديزاينر شايف ده واعمل سبيس في الاخر ما يريحنيش. فلا لازم ابقى عارف ان ده مش ليا، لحد تاني لازم يكون السبيس مريح. عمرك اشتغلت مع حد اللي حسيت اللي هو اللي انت بتخليني اعمله في البيت ده حرام عليك ولا حاجه كده اللي هو يعني؟ بص زمان يمكن طبعا ان يمكن قبل كده كنت بتبقى مضطر تعمل حاجات انت مش راضي عنها، ولكن عشان عايز عندك التزامات عايز تعملها. ما زالت الالتزامات موجوده، ولكن النهارده العميل اللي بيجي لك وهو عنده ثقه اكتر فيك ان انت خلاص انت ليك الابر هاند. لكن انا لوحدي عايز احقق له النيدز بتاعته. يعني مش معنى ان هو اداني الابر هاند ان انا هقول له بقول لك ايه انا لا، ما هو انا مش ارماني، يعني انا عارف حجمي عامل ازاي، فبالتالي لا انا في الاخر عايز اعمل حاجه ولكن برضو تبقى بتريحك يعني. لكن اكيد لو طلب حاجه غلط مش هعملها. لكن زي ما بقول لك في موضوع الاختيارات دي اذواق. انا بحب الاسود، انت ممكن لا بكرهه عمري ما هلبسه. ناس بتحب الرخام وناس بتحب الخشب جدا، فدي حاجات انا اقدر ادابت عليها الديزاين انها تبقى مريحك. بس نرجع تاني للحوار الانترنشيب، عشان انا عارف في جامعات بره مصر في جامعات بتعمل اللي هو بليسمنت يير، اللي هو انت بتاخد سنه الجامعه بتلاقي لك شغل تاخد فيها سنه وكانك اخدت سنه جامعه، بس بتشتغل ما بتروحش الجامعه ولا يوم، بس تروح تشتغل شغل مش انترنشيب. في لو انت مثلا ميكانيكا يجيب لك شغل في بي ام دبليو، يجيب لك معرفش ايه. الحاجات دي مش موجوده في مصر عامه. فكره البليسمنت دي مش موجوده في مصر. لا ما صادفتش حاجه زي كده خالص. حاجه صعبه ان مثلا حضرتك تروح لام اي يو مثلا تقول لهم طب ما انا خريج ام اي يو ما اعرفش ايه ينفع. هو انتوا واثقين اكيد في يعني في اللي انا فاهمه في اللي انا عامله في البرودكت بتاعه، مش ان هو اكيد هي حاجه صعبه، بس انك تروح تقول لهم بليسمنت، تعملوا بليسمنت يير ان الناس تيجي تشتغل معايا وبتتحسب لهم سنه. مش لازم حتى بليسمنت، هو حتى يعني يشجعوا حتى فكره الانترنشيبس وكده. بص يعني انها تتعمل كده اعتقد الموضوع صعب، لان محتاجين هم موافقات وحاجات كده تانية عشان هم ليهم كريدت اورز معينه لازم يكونوا بيعملوها. لكن هي ممكن تتعمل في حته التريننج ان انت تشجعه انه يعمل ده فعلا. بس هي الجامعات بتعمل كده يعني، هي اعتقد في سنه ثالثه او في رابعه لازم بتقول لهم ان هم لازم يعملوا تريننج. لكن بيجي يعمل تريننج عشان ياخد السيرتيفيكت، ما هي لازم تبقى انت عايز تتعلم. خلي بالك احنا بيبقى لنا ناس كتيره جدا انت عايز تعمل تريننج في السمر، ناس بتبقى مصره، دول اللي انا بجيبهم. ان المصر انه عايز يجي ده ويفضل يحاول ويفضل يبعت ويفضل ما يتردش عليه ويبعت تاني، هو عايز يتعلم. اللي بيبعت مره مش فارق معاه ده اللي هو يقول لك طب انا بعت ما حدش رد عليا. ده اصل لو هندور على مبررات هنلاقي كتير. انا ممكن اديك 100 شماعه علق عليها دي انا ما نجحتش يعني، وحاجات فاكتس ممكن اقول لك بقى اصل الثوره، اصل الدولار، اصل الريسيشن، اصل اوكرانيا، اصل هتلاقي حاجات حقيقيه تقول انا ليه فاشل. لكن اللي عايز ينجح ده عايز ينجح غصب عنه وعن عين اي حد، وانا هنجح يعني هنجح. وهو ده المنتاليتي، هي ده المايند سيت اللي بيخليك تحقق حاجه. لكن لو هندور انا ليه ما نجحتش هلاقي كتير. وهو عشان كده الماجوريتي زي بعض، الناس اللي بتستاند اوت واللي بيتميز ده اللي فكر فكر مختلف واخذ قرار غير الباقيين. الاثنين زي بعض، ده دفع ضريبه ودفع مجهود ودفع ستريس ودفع يعني ضغط غير التاني. فانت مش واخد الموضوع بسهوله وفاكر الدنيا كده، وفي الاخر بتقارن يقول لك لا اصل هو نجح اكيد عنده اسباب تانية انا عشان تمام والدنيا. لا ما هي مش كده، هو عمل حاجه وتعب غير ده. لما تيجي تشوف ليه محمد صلاح ما ينفعش يعني. النيه والمجهود والعزيمه والاصرار والفيجن، كل دي عوامل كتيره جدا مع ده. يعني انت على فكره انت حتى لو عندك النيه كويسه وبس قاعد على الكنبه في الليفنج روم انت مش هتوصل لحاجه برضه. يعني لازم يكون في المجهود الفيزيكال والمجهود الجسماني والسعي، وفي نفس الوقت انت بتتوكل على ربنا وعندك اليقين انه هيديك. يعني مش بس ان هو يا رب انا متوكل عليك، لا ده انا يا رب ده انا عندي حسن ظن بيك انك هتعمل لي ده كمان عشان انا نيتي كويسه. وهشتغل يعني هشتغل وهموت نفسي وهرجع مش قادر اقف على رجلي. لكن ما تقولش خلاص انا عملت ايه، خلاص الظروف كده وده الماركت وده الوضع وده جلوبالي الدنيا بايظه فخلاص هعمل ايه. فدي زي بقيه الناس، مش حقيقي في رايي.
speaking of stress حوار التعويم ده اللي بيحصل والبهدله اللي بتحصل في البلد دي بتأثر قد ايه في يعني اكيد دي يعني عملت ايه في الشغل recently يعني اللي بيحصل. بص هي مش عملت بس في الشغل، هي عملت في نفسيتنا احنا. زي ما بقول لك الصبح بقعد شويه انرجي بوزيتيف انرجي عشان اعرف اكمل. هي زي المبررات والاسباب كتيره، مش بس كده، لكن ممكن اكون اشتكي شويه، لكن ما بيني وجوايا وديب يعني مطمن، ما بقلقش. الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ده ما ارتبطش بظروف. يعني ربنا ما جيش قالك ده والله لو الدولار عدى 40 جنيه مع نفسك انا هجيب لكم منين يعني، ما قالش. ولا قالكش ان انت والله لو حصل حرب ولا حصل ريسيشن ولا كورونا ولا مش عارف ايه انا اتصرفوا مع بعض بقى. هو متكفل بالرزق لكل مخلوقاته، فحته الرزق هيجي ازاي مش بتاعتي يعني، فما بحملش همها. انا بعمل اللي عليا وبشتغل وانا عندي اليقين انها هتفرج من عنده، زي ما قلت لك مش باسبابي انا يعني، مش بالمنطق واللوجيك بتاعي انا كبني ادم، لان انا في الاخر انا تول يعني. ولكن ممكن ربنا يكون بيستخدمك انك تعمل حاجه تانية. انا بقول لهم انا دوري الحقيقي ان انا راجل بوسطجي بتاع دليفري، ربنا بيبعت لي عشان اوصل، ما اعرفش اجيب بس عندي النية التوزيع. فهي دي ستريس ازاي بقى؟ عشان اكيد دي انك تبقى ماسك عامه بيزنس او كده، انت محتاج، او حتى شغال في بيزنس انت محتاج انك تدي ستريس. دي حته مهمه قوي انك تعرف تريح نفسك شويه، ان الثوتس ترجع لك تاني، بالذات في حاجه كريتيف زي انتيريور ديزاين وكده. انت محتاج تيجي ستيب باك تستريح عشان الكريتيف ثوتس ترجع لك تاني. بص مش هقول لك حاجه يعني اجابه نموذجيه الحقيقه يعني، بس هقول لك الحقيقه الموضوع صعب جدا 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 جدا، لان زي ما بقول لك الفايبس عموما بتاع كل الناس اللي انت بتتعامل معاهم نيجاتيف، سواء هم دايركتلي بيحاربوك او بينتقدوك او بينقلوا لك النيجاتيف انرجي دي بطريقه مباشره، او انهم باسيف. ليه ما ردش كلمته ما تليفونه مقفول يعني. دايما في حاله من مش عايز اقول لا مبالاه، لكن حاله من السلبيه، فدي بتضغط عليك نفسيا. لو انت عايز تحقق اهداف بدي ستريس ازاي بقى؟ بفكر نفسي بكذا حاجه. بفكر نفسي ان اللي انا فيه النهارده ده كنت بحلم ان انا اوصل له من 20 سنه، وان اللي انا عايز اوصل له لسه ما وصلتلوش، وان اللي خلاني اوصل لده النهارده قادر انه يوصلني اللي انا عايزه. ف يعني الانفلونس بتاعي انا لا شيء بالنسبه لاراده ربنا. فبقول معلش هو وقت صعب بس هيعدي، زي ما عدى حاجات قبل كده يعني. عدى على الواحد حاجات كتيره قوي كان بيفتكر انها دي نهايه الدنيا وان ده مستحيل وخلاص وكده الدنيا باظت وخلاص. مفيش اكتيفيتي معينه يعني؟ لا بقعد بس يعني انا حته بس ان انا اتفرج على موتيفيشنال سبيتشز وحاجات كده، دي بتخليني يعني اهدى كده واحس ان انا لا عايز اركز تاني كده دي مهمه جدا بالنسبه لي. يعني كنت بعملها لما كنا رايح العب كوره، كنت بسمع اغاني اللي هو بتاعت المونتاجز دي عشان خلي بالك انا عندي بلاي ليست اغاني بتديني ايوه لا كده باور بجد والله يعني. هي دي اللي بتخليني ان انا بقعد كده واقعد اتخيل. انا بشغلهم في المكتب فوق كده، بشغلهم في العربيه على طول، هي بلاي ليست كده. لا اصل هو دايما بيفكر اللي هو عايز مكتبي الاغاني بتاعتي شغاله وهو عايز انا بيفرق جدا معايا موضوع الاغاني ده يعني، بتاثر فيا يعني. ولو كل ما بتطلع اغنيه بحس بيها بتديني الانرجي دي، بتبقى يعني بتبسطني يعني. انا عايز اعرف هو حضرتك بتشتغل في يعني البروسيس كله يعني تشطيب وانتيريور ديزاين؟ بص هحكي عايز اعرف بقى البروسيس كله. بص احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل من اول الاركيتكتشر يعني، من اول الديزاين يعني. ممكن يبقى فيه ارض بنعمل ديزاين للاركيتكتشر، وبعد كده بنعمل الانتيريور ده جواه حاجات كتيره جدا. جواه ميكانيكال اللي هو التكييف، الكهرباء، الصحي، جواه اللايتنج ديزاين، جواه الفurniture، جواه السيلكشن بتاع الماتيريال والفابريكس والالوان والاف اند اي. فالسكوب كبير جدا. احنا بنعمل بدايه من اول البروسيس بتاعه الديزاين بتاعه الاركيتكتشر لحد الامبلمنتيشن. وكمان احنا بقى في خطوه اكتر شويه ان احنا
عندنا الفاسيلتي مانجمنت، انا اقدر اكون بدير البيت، فانا اقدر اكون بعمل الهاوس كيبنج، بقص الجنينه، بنظف البول، اوكي. بعين ميدز، بجيب الجرايد الصبح. يعني في البيوت بتاعتنا اقدر اعمل السيرفيس دي. دي طبعاً. بتحصل. نعم يس، في عندنا بقدر اعمل ده. فهو الراجل انا اللي بصين كل حاجه، ان هو مش هيجي بعد كده يحتاج يغير لمبه، ولا يحتاج ان هو ينظف البول، ولا يقص الجنينه، ولا يرش، ولا بنعمل كل حاجه. لان انت بتقدم سيرفيس مش برودكت بس. بالظبط. يعني كان فأنت- في دماغي اللي هو الديزاين وبعد كده خلاص بقى. لا، التحدي في السيرفيس، يعني ان انت تقدر تبروفايد السيرفيس اللي هو محتاجها فعلا. هو في الاخر عايز حاجه هاسل فري، مش عايز يعمل بيت حلو قوي، لكن يجي في الصيف عنده مشكله، عايز يصين تكييفات، عايز البول، مين هيجي ينظف البول، فيبقى بيتعاقد مع شركه للحمام السباحه، وشركه للتكييف، وشركه للجنينه، فتدخله في هاسل تاني. فهو خلاص بيتعامل مع انتيتي واحده هي اللي بتشيل كل الهدك. بيعمل مع حضرتك حاجه بيبقى خلاص بيعمل هو معايا بيته كونتراكت طبعا. ده بس ده احنا بنعمله لبيوتنا بس، يعني للبيوت اللي احنا نفذناها بالفعل. وكده كده اصلا احنا بنديله جارانتي سنه، يعني هو بيبقى عنده جارانتي بيعمل فيه كل الكلام ده لمده سنه. بعد السنه بقى بنعمل له الفاسيلتي مانجمنت ده. بتبقى فيز بير سكوير متر بيدفعها ويخلص هو قاعد كده قاعد في اوتيل. انا بقول لك في ناس بنعين السواقين وبنعين شيف وبياخد بريف حلو قوي. بنتبل لحمه وفراخ في الثلاجه عادي. انا كنت شويه. طب بالنسبه لك بقى كهاني، يعني ايه اكتر حاجه في البروسيس بتحبها؟ ايه اكتر ستيب؟ هل هو في الاول خالص الرسمه اصلا ولا لا الامبلمنتيشن، المرحله بتاعه التنفيذ دي اكتر حاجه. يعني انت تشوف اللي انت كنت قدرت تتخيله بتعمل زي ما انت كنت متخيله. لان زي ما قلت لكم هو الادج انك ترسم او تديزاين الحاجه اللي ينفع تتعمل فعلا. ما يجيش ارسمها وبعد كده اكتشف ان لا والله ده كان في هنا حاجه كونكريت او خرسانه، ده مش هينفع تتعمل، او ده مش هاخد تصاريح ولا موافقات بالكلام ده. فهو خبرتك بقى والاكسبيرينس هو ان انت بتقدر تعمل حاجه اللي هي دي اللي هتعرف تنفذها فعلا. فبتبقى عينت وفهمت ورجعت وتاكدت، فانت عامل حاجه مظبوطه، فتشوف وهي بتتنفذ في الحقيقه. وطبعا الانطباع بتاع اليوزر في الاخر وهو حاسس ان هو قدرت انت تحقق له اللي هو عايزه ده. وفي وقت احنا شاطرين جدا في حته برضه يعني الحاجات الفاست تراك، ان عندك حاجات سريعه تقدر تخلص بيت في شهور، يعني بنعرف نعمل ده الحمد لله. تفتكر بقى المجال الاركتكتشر والانتيريور ديزاين ده كله في مصر بقى رايح فين؟ يعني ايه الفيوتشر بتاعه عامه هنا في مصر؟ في تحسن في ايه؟ لا طبعا ده في طفره بوتنشال، يعني هو يبقى اكبر وكله ده. طبعا ده في طفره رهيبه حصلت الكام سنه اللي فاتوا دول. حصلت مش بس في المشاريع، حصلت في الناس، في المنتاليتي، في الافكار، في الذوق. حصل مش بس بقى في الانتيريور، في الاركيتكتشر، في الفاشن وفي اللبس. لا انت النهارده ما شاء الله الناس كلها بتعرف تلبس وبتعرف تتصور وبتعرف تبوست وبتعرف تعمل ستوريز. يعني لما تبص على الناس كلها تحس الناس كلها بقوا يعني فاشن بلوجرز وديزاينرز. لا الموضوع الذوق العام اختلف. وطبعا زي ما بقول لكم موضوع السوشيال ميديا خلى الناس اكسبوزد اكتر بكتير، فانت بقى عندك ريفرنس سهل. ده انت حتى الناس بتوع الريتيل لما بتلاقي H&M ولا زارا ولا حاجه، هو عامل لك الموديل، عامل لك ستايلنج مظبوط بكل حاجه، فانت ما بتبذلش مجهود ان انت تفكر ايه هيماتش مع ايه. نفس الكلام في الانتيريورز وفي الديزاين. انت لما دخلت على بينترست كتبت اي مود بورد انت عايزه، هيطلع لك المود بورد بالماتيريالز بالسلكشنز بكل حاجه. فالتطور في الحته دي بقى كبير جدا، فالناس ما بقى عندها ريفرنس نيت سليك محترم يقدر يرجع له، مش بس عنده الانبوت بتاعه. الخطوه اللي بعدها ان هو ينفذه بقى، ان يعرف ازاي يقدر ينفذ اللي هو شايفه. لكن طبعا في طفره، وكم البروجكتس اللي بقت موجوده النهارده بقت بتساعد على ده كل يوم. فالناس بقت بتكمبيت في الكرياتيفيتي. يعني كان زمان ما فيش كده، كان خاص الناس هي بوكسز وديزاينز كلها يعني بتتكرر. ممكن راجل يعمل عماره ولا يعمل كومباوند يعمل واحد زيه نفس الشكل شغاله يعني، وهو دي في ديماند والدنيا ماشيه. لا دلوقتي الناس بقت فاهمه، فلو قدمت له برودكت مش على مزاجه اب تو ديت مش هيوافق. لا عايز حاجات جديده، حاجات مختلفه، وحاجات ستاندردز عاليه. ستاندردز بقى انت بالظبط انت عندك اكسبكتيشنز مختلفه خالص وفاهم يعني.
فما فيش النهارده كاستمر ولا كلاينت ولا حد مش فاهم يعني. فكل ده خلى فيه تحديات اكتر، الناس تشتغل على نفسها اكتر. بس في مصر عامة مش حاسس يعني، انا عايز اعرف حاجة فيدباك عن مصر بالذات، يعني اللي هو شايف مثلا ان بقى في ناس كتير، في بروجكتس كتير جديدة بقت فعلا حلوة، في يعني غير الجلوباليزيشن وان كل حاجة بقت سهلة والاكسسبيليتي وان بتختار ديزاينز عامة في مصر. ايه يعني انت شايف ايه في المجال؟ شايف المجال رايح في فعلا تحسن في مصر بالذات يعني؟ طبعا. بص، اللي حصل في الكام سنه اللي فاتوا في مصر ما حصلش في سنين كتيره، في يعني حقبه زمنيه كبيره جدا. التطور اللي حصل في الانفراستراكشر والبنيه التحتيه والشوارع والحاجه عمل اكسسبيليتي لحاجات ما كناش بتعرفها. النهارده بقى عندك تاورز، بقى عندك عمرك ما كنت بتشتغل تاورز بالارتفاعات دي. انت ليه بتشتغل تاورز؟ فالناس ابتدت فتحت سكه لاركيتكتس وديزاينرز يشتغلوا في تاور انت كان اخرك 7-8 ادوار يعني. فده فكر مختلف. بقى عندك بيتش فرونت، حاجات كبيره جدا، الساحل ومكمل لحد ما تروح. النهارده كم مشاريع، كل واحد في تشالنج رهيبه في الديزاين. فحصل تطور كبير جدا، فبقى في بوتنشل في مصر في الفتره اللي فاتت دي انها ترتقي بمستوى الفكري التصميمي بطريقه رهيبه. فطبعا لا يعني في رايي ان مش بس كده، انا شايف ان اللي جاي كمان احسن. يعني الاجيال اللي جايه هتبقى خلاص. يعني انت دلوقتي في المرحله بتاعت الكونستراكشن، انت بتبني دلوقتي، انت في الفيز اللي هي فيها العفره والتراب. لا بعد كده الدنيا خلاص خلصت. انت النهارده بقى عندك خلاص الطريق خلص، عندك الكباري بقت موجوده، عندك الكهرباء اللي كان فيها مشكله، يعني اتحلت لك المشاكل. فاللي جاي على حاجه احسن. فبالعكس هيبقى عنده يعني اللكجري ان هو بيكون بيديزاين وعنده كل الكومبوننتس الجيفنز كلها موجوده. ماشي. لا خلاص كده تمام. عايزين نعطل خالص. طلع شغل نورتوني يعني. نورتوني وشرفتوني، شكرا والله. والاوتفيتس جامده جدا. يعني الاوتفيتس